لكن كابتن خالد ماذا عن الكواليس؟ أشياء كثيرة تغيرت. زوبعة إعلامية، شيزاري برانديلي سيغادر، هكذا تتحدث وسائل الإعلام، وهو ينفي كل ذلك، يقول بأنه علينا أن نواصل الرحلة، نطمح لأن نبلغ كأس العالم، أن نبصم هناك على مونديال استثنائي، ولكل حادث حديث. هو طبعا الكلام اتقال واتذكر فعلا ان هو يعني دي بطوله كاس العالم القادمه في البرازيل اخر حاجه بالنسبه لتشيزاري برانديلي كمدير فني لمنتخب ايطاليا في الوقت الحالي. حتى كل الصحف الايطاليه اذا كان لا جازيتا دولو سبورت او توتو سبورت او كوريا دولو سبورت بيتكلموا على تكهنات من هم القادمون بالنسبه لتدريب منتخب ايطاليا. ناس قالت البرتو زاكيروني نظرا لصداقته القويه جدا مع ريجو ساكي وامكانياته الفنيه كمدير فني لمنتخب اليابان الفريق الاول او المنتخب الاول وصل لكاس العالم. ناس قالت أليجري لان يمكن حتى الان لما يتم تجديد العقد بالنسبه أليجري مع نادي ميلان، وباحتمال ان شيزاري برانديلي ينتقل لميلان الموسم القادم في كلام مع جالياني بهذا الموضوع. ناس قالت مانشيني وحتى انطونيو كونتي نفس القصه، ولكن كونتي رفض وقال انا مستمر مع المنتخب مع نادي يوفنتوس. اعتقد ان المدربين في ايطاليا لديهم امكانيات ممتازه جدا. في كثير من الشباب اللي ممكن يكون مدير الفني القادم لمنتخب ايطاليا. يمكن في بعض الاراء كمان على فابيو كانافارو، في كلام وحديث على مونتيلا المدير الفني الحالي لنادي فورنتينا. لكن اعتقد ان برانديلي بيفكر في الوقت الحالي تفكير جيد على ان هو يبصم زي ما انت ذكرت يا كابتن ماجد على النتائج والاداء العالي في البرازيل القادمه. لكن المشكله الاكبر اللي هتكمن في منتخب او مع برانديلي في رايي في الوقت الحالي ايطاليا بتزيد سنويا يا كابتن ماجد الى 53% من عدد اللاعبين الاجانب في الدوري الايطالي. ده اثر كتير جدا على تشكيله وتركيبه وتقويم المنتخب الايطالي بالنسبه لتصفيات كاس العالم او كاس العالم. دعونا